بص يا صاحبي، عايز تخس وتطير الكرش ده تماما، هتروح تطلع على الراجل بتاع حزام التخسيس، هتجيب حزام التخسيس وتلبس كمان بدله التخسيس. ما انت لازم تطقم البدله، ما لازم لها حزام عشان الموضوع بتاع الكرش يكون بقى داخل الدماغ كده. ما هو بدله بحزام بقى، والدنيا الكرش ده تطيره تمسحه خالص، تجيب سكينه كده وتقطعه. تمام؟ هذا الكلام يا جماعه يعني هذا الكلام هو عبث. مفيش حزام هيخسسك، مفيش بدله تخسيس هتعرق جواها هتخسسك. ناس بتجيب حاجه زي لزق كده زي اللي بتلف بتاع الجبن والحاجات اللي بتتباع من السوبر ماركت ده، تلف نفسها بيه، تكيس نفسها بيه. يعني والله بشوف مهاذل في الموضوع ده، والناس بتقتنع بالكلام ده جدا. هذا الكلام ليس له اساس علمي وليس له اساس من الصحه. كل ما في الموضوع ان انت هتبدا تعرق، فانت لما تعرق بقى تحس ايه ده الموضوع الحرق اشتغل ولا ايه؟ انت عرقان عشان انت محرر نفسك، ملوش دعوه بالكرش تماما واللي بتنزله ميه. هتقولي ده انا بطلع دكتور على الميزان بعد ما بلبس الكلام ده كله، بلاقي نفسي خسيت نص كيلو. ميه يا حبيبي، ميه لسه نازلها كلها عرق حضرتك. فالكلام ده ليس له علاقه بالكرش تماما، وهذه من المفاهيم الخاطئه. السلام عليكم.